السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان، متابعين نادي الزمالك في الوطن العربي وفي مصر. نادي الزمالك يفوز 3-0 على المصري البورسعيدي ويحتل صدارة الدوري المصري، وبكده يكون نادي الزمالك حقق نتائج إيجابية رائعة، مستغلا تعثر النادي الأهلي بعد ما تعادل مع إنبي ووصل للنقطة في الترتيب 15 للدوري. بنتمنى من لاعيبة الزمالك إنها تكمل على هذا المستوى وتحافظ على صدارة الترتيب المصري، وبإذن الله وتستغل فرصة تعثر النادي الأهلي، وتستغل هذا بطريقة كويس جدا لكي تحرز اللقب بتاع الدوري هذا السنة دي. المفروض الزمالك السنة دي ملوش حجة، انت في فارق نقاط بينك وبين الأهلي كبير، لازم تستغل هذه الفرصة وتكون متصدر وتحافظ على الصدارة لأبعد مستوى ممكن لكي تحقق لقب الدوري المصري اللي غاب عن خزينة الأهلي، اللي غاب عن خزينة الزمالك لفترة طويلة. بتمنى من لاعيبة الزمالك التركيز في الجولات القادمة وعدم إهدار أي نقطة، والمحافظة على صدارة الدوري والاستعداد لكأس الكونفدرالية أو الأبطال لتشريف الكرة المصرية وإسعاد الجماهير الزملكاوية. بتمنى من كل الجماهير الزملكاوية إنها تقف في ظهر النادي الزمالك في الفترة دي وتدعمه كل ما تملك لكي يحقق لنا نتائج إيجابية ويسعد جماهير القلعة البيضاء. لو أعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد عن نادي الزمالك.